بصوا يا حبايبي، الباراجراف بتاعنا هنقسمه لأربع نقط. يعني ايه؟ يعني أول حاجة لازم نبدأ بجمل بنقول عليها جمل الديسكريبشن أو بنقول عليها جمل الوصف. يبقى أول جمل هنستخدمها هي اسمها جمل الوصف. يعني ايه جمل الوصف؟ أي باراجراف هنتكلم عنه هو عبارة عن تخيل صورة. يعني مثلا الميس قالت لك اتخيل ان انت هتكتب او اكتب عن يور سكول مدرستك، اكتب عن يور فاميلي عيلتك، اكتب عن a visit to the zoo رحلة للحديقة. اي باراجراف هي عبارة عن صورة وبنتكلم عن الصورة دي بنتخيلها وبنتكلم عنها. اتفكروا كده في اي باراجراف وغمضوا عينيكم واعتبروا ان انتوا شايفين صورة هتتكلموا عنها. طيب تعالوا نكتب باراجراف مثلا عن ماي سكول. غمضوا عينيكم، اتخيلوا كده انتوا شايفين ايه في المدرسة. ها ردوا معايا، شايفين ايه في المدرسة؟ شايفين مدرسة، شايفين جنينة في المدرسة، شايفين ايه تاني؟ غمضوا عينكم وتخيلوا. وفي كلاسز فصول، وايه تاني؟ ايه وتيتشرز معلمين، وايه تاني؟ في ايه تاني؟ وفي ايه تاني؟ وchildren أطفال، boys وجيرلز أولاد وبنات، أشجار قدام المدرسة، كراسي وترابيزات أو مكاتب. دي كلها الوصف اللي انتوا بتتكلموا عنه. يبقى أي باراجراف يا حبايبي عبارة عن صورة احنا بنتخيلها. فأول جمل هنبدأ بيها في أي باراجراف هي جمل الوصف. اللي يقرأ الباراجراف بتاعك، اللي يقراه يتخيل كده انت هو شايف ايه. ده هو بيتكلم عن السكول، فبيقول لنا مدرستي جميلة، بيقول لنا مدرستي في أشجار قدامها، بيقول لي في أولاد وبنات في المدرسة، بيقول لي في تيتشرز في المدرسة. فاسمها جمل الوصف. طيب المجموعة التانية أو الجمل التانية اللي بنكتبها في الباراجراف اسمها جمل الأكشنز أو جمل الأفعال. يعني إيه جمل الأكشنز والأفعال؟ أي باراجراف لازم يكون فيه جمل الحاجات اللي بتتعمل. يعني رحت حديقة، بعد ما اوصف الحديقة ابتدي بقى اقول انا اكلت في الحديقة، انا لعبت في الحديقة، انا استمتعت بوقتي، انا اتفرجت وشاهدت. يبقى اسمها جمل الاكشنز او جمل الافعال، الحاجات اللي انا عملتها او اللي الناس بتعملها او اللي بتتعمل.